مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من نادي العاصمه. عايزه اقول لحضراتكم عنوان رائع دايما بنسمعه الحقيقه على منابر الاعلام. هي جمله وعي الشعوب. كلمه رنانه وعظيمه جدا، بس الحقيقه اللي احنا ما عندناش وعي بيه انه العدو لما بيحاربنا ما بقاش فكره الحرب بالسلاح والذخيره والجيوش والسفن الحربيه والطائرات. اللي اقوى من الحرب دي حرب الوعي، لانه احنا كدول عربيه وللاسف يعني بلد ورا التانية عماله تقع مننا، واحنا مش قادرين ندرك ان الحرب الاساسيه هي حرب وعي شعوب. عجبني مكي الفنان بتاعنا العظيم، الحقيقه انا معتبراه عظيم لانه مش هتكلم على اعماله الفنيه فقط، انا هتكلم على فكره. ولما بيطلع ما بيطلعش كتير، بس لما بيطلع يتكلم بيقول ايه. حكى لنا قصه قتلت يوم قتل الثور الابيض، وحكى ساعتها انه ازاي كان 3 ثيران عظيمه جدا بتوحدهم، واحد ابيض واحد اسود واحد الوان كتير، ابيض في اسود. فبيحكي انه الاسد كان طمعان فيهم ومش عارف يعني ياكلهم خالص، لانه طبعا ال3 قوه رهيبه. فبيقول انه لما راح للابيض والاسود مع بعض قال لهم المخطط اللي فيه الوان كتير ده ملفت للنظر في الغابه، هيجيب لكم مشاكل وهيثير عليكم الحيوانات المفترسه. سيبوهولي وانا ابقى اقول لكم انه انا هدعوكم للسلام بعد كده، وان مش هتشوفوا اي مشاكل خالص. والتهم ساعتها الثور الملون. وبعدين خد الابيض على جنب وقال له الاسود ده شرس، وانا شايف ان هو مسيطر عليك وهو اللي بياخد القرارات، سيبهولي وانا مش هاجي جنبك تماما. وساعتها فعلا التهم. لما جه للثور الاخير ساعتها قال انه اكلت يوم اكل الثور الابيض. لو غيرنا القصه بس انه ابتدى فعلا بالثور الابيض، انه من اول طور فيهم اتاكل، عرف ان هو كان لازم يعرف ويوقن انه كان قوتهم في وحدتهم. لما بنتكلم على الدول العربيه انا مش بتكلم على جيش موحد عربي، ولا بتكلم على سوق عربيه مشتركه كنا بنحلم بيها من زمان، ولا بتكلم عن يعني رأي موحد في كل القرارات السياسية وكل القضايا السياسية المختلفة، رغم انه ده موجود يعني بنسبة، بس مش بنسبة كبيرة، عندنا اختلافات كتير جدا. لكن انا بتكلم على حتى وعي الشباب، وعي الشباب العربي بفكرة ان انت اتلهيت في الهيافات وبقيت بتتكلم في صغائر الامور، وما انتش حاسس انهم بيبعدوك عن القضية الكبيرة، فكرة التوحد. احنا لو احنا كدول عربية متوحدين ما كانش فيه الجرأة دي من دولة زي الدولة دي، زي هي اصلا ولا دولة ولا حاجة، هي معتدية. ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها كده، لان هي اصلا بطبيعتها جبانة، هم بطبعهم بيخافوا. ففكرة الوحدة دي كانت هي دي اللي مجمعانا. ازاي نرجع وعي شعوب ووعي قيادات انه وحدتنا هي اهم حاجة في الفترة القادمة. وقع مننا العراق، وقع مننا سوريا، وقع مننا فلسطين طبعا قضية قديمة جدا، وقع مننا اليمن فيها مشاكل. عايزين فاضل ايه؟ وخطوة ورا خطوة. وخدوا بالكم كبار الدول اللي هي معتمدة على البترول هيجي لها وقت مش هيبقى فيه بترول، وساعتها هتبقى برضه هيتم افتراسها. عشان كده لازم نعي انه الفترة الجاية دي بنلعب على وعي الشعوب وقوتنا في وحدتنا فعلا. النهارده هنتكلم مع اهل العلم واهل الخبره، ومعانا ضيف عزيز علينا جدا جدا، وهو ضيف على مصر كلها، الاستاذ الدكتور علي الخولاني، دكتور علوم سياسيه وعلاقات دوليه. هو ضيفنا من اليمن. هيكلمنا النهارده عن النقاط اللي اتكلمنا فيها عن وعي الشعوب، لانه الحقيقه عامل اكتر من 11 مقال عن وعي الشعوب. النهارده هنعرف من العلوم الكتير اللي عنده وهنستفيد منه، ويمكن النهارده نخرج من الحلقه بنبص للفيسبوك وللسوشيال ميديا ولشبابنا وللتعامل مع بعض بشكل مختلف شويه. خليكم معانا بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا دكتور علي الخولاني، دكتور علوم سياسية وعلاقات دولية، ضيفنا من اليمن. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وجودك منور مصر كلها. حافظكم الله. خلينا نبتدي كده وطمنا على أهالينا في اليمن، أخبارهم إيه؟ لا الحمد لله، وإن شاء الله يكون في اليمن سلام، وإن شاء الله يكون هذا السلام قريب، ويكون هناك إزالة الحركات الإسلاموية التي يعني دمرت الدولة وأدخلتها في كثير من الإشكاليات. طيب خلينا نتكلم من المدخل ده، إنه في بعض الأحيان الحركات اللي قد تبدو إنها إسلامية من الخارج وهي أصلا موجهة بشكل كبير، هل نقدر نقول إنه هذا التوجيه أو فكرة يعني بلبلة، وجود بلبلة في وسط الدول، ووجود هذه العناصر إنها تكون عايزة تغير القيادات أو طمع في السلطة، هو ده اللي أثر في النهاية على التفرقة ما بين دولنا العربية، أو ده جزء من المشكلة؟ طبعا أنا لفت نظري قبل أيام كان هناك مقاله لأحد القيادات الحوثيين يقول: علينا كحوثيين أن نتصالح مع حركات الإخوان المسلمين، وأن يتم تحريض أو دفع الشعوب للثورة على قياداتها والاتجاه نحو فلسطين. وبالتالي عندما نحن نتكلم عن وعي الشعوب، علينا أن ندرك أنه خاصة في ظل ثورة الإعلام والاتصال، وفي ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، قد تأتي معلومات مغلوطة، قد تأتي معلومات تستهدف فئة معينة من الشباب، قد تأتي معلومات من جهات استخباراتية دولية من أجل خلق احنا اللجان الإلكترونية دلوقتي. طبعا من أجل خلق البلبلة وزرع الفوضى وتثوير الشارع ضد الأنظمة، من أجل قضية حقه، وقضية تعتبر قضية القضايا بالنسبة للوطن العربي هم يستغلونها اليوم. على سبيل المثال، طبعا وقبل الدخول في المثال هذا لابد أن أقول أن الشعوب العربية هي شعوب عاطفية، وعندما أتكلم أنا عن الشعوب لا ألغي الحكام والشعب هم في الأخير يشكلون مجموعة شعوب، منظومة واحدة، ولا بد من التكامل بينها. على سبيل المثال اليوم جمهورية مصر العربية تحاول قدر الإمكان بقوتها الدبلوماسية وعلاقتها على مستوى الشرق والغرب من أجل إدخال المساعدات لأشقائنا في فلسطين الذين يبادون حقيقة، الذين يبادون، وتحاول مصر أيضا أن تبعث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن العنف يولد عنف، وتحاول أن تدخل إلى قضية حل الدولتين. نلاحظ أن هناك أذرع إسلاموية أو إسلاما دموية تحاول أن توسع الحرب في المنطقة. أنتم لاحظتم صواريخ الحوثي الغير فعالة والغير مؤثرة، وهي تذهب كما يقولون إلى إسرائيل وسقطت في طابة المصرية وفي أراضي أردنية، ولكن النتيجة مجيء البارجات الأمريكية إلى البحر الأحمر، وهناك تهديد لضرب اليمن، ونتحدث عن غزة أخرى. وبالتالي نحن يعني لابد أن نحذر شعوبنا في هذه المرحلة بالتحديد. أولا الالتفاف خلال هذه المرحلة حول نظمها الوطنية. اثنين، أن نحاول أن نعمل نوع من التعويض بخطر هذا الخطاب الديني الذي يستغل قضية عربية موجودة منذ عام 1948. يعني الخطاب الديني والمنظمات اللي بتدعي انها دينية هي زي ما بيقولوا ذراع من أذرع العدو، طبعا بيستخدمها كيفما يشاء، طبعا علشان يقدر انه يسيطر على دولة او حتى يأثر. أنتم تعرفون أن الشرق الأوسط الجديد والذي بشرت به كوندليزا رايس من تل أبيب في عام 2006 أنه لابد أن يكون هناك شرق أوسط يحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويحفظ أمن إسرائيل.
اليوم التفتيت الآن دخلنا فيه. ليبيا في حكم المقسمة للأسف، اليمن في حكم المقسمة للأسف، السودان قسموها والآن سوف يقسموا الجزء الباقي، دارفور طبعا. لبنان لا وجود للدولة للأسف، دولة ضعيفة لم يستطيعوا اختيار حتى رئيس. سوريا وتعرفون ما هو حاصل فيها. إذن القضية الأولى بدأت. الآن المرحلة الثانية من هذا المخطط، يريدون تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية. مصر ما راح تسكت، أولا ما راح تسكت، هذه 100%. الشيء الثاني، مصر لن تسمح أيضا تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار أيا كانت، وبالتالي على الشعوب العربية في هذه المرحلة. وأخاطب هنا داخل الشعوب العربية أصحاب القلم وأصحاب الفكر ومن لديهم فن الخطابة. علينا أن نحافظ على دولنا الآن، نحافظ على دولنا من خلال خطاب يراعي المصلحة الوطنية والولاء الوطني والقومية العربية. وبالمناسبة هناك قمة طبعا سوف تكون في العربية السعودية من أجل مناقشة ما هو حاصل. أتمنى أن يكون في البداية حتى نواجه إسرائيل. لا، صعب أن تواجه إسرائيل دولة لوحدها أو دولة منفردة. وتحدثت عن الثور الأبيض والأسود، يعني كان مثال ممتاز. وبالتالي في البداية لابد أن يكون هناك تحديد لمصادر التهديد التي يتعرض لها الوطن العربي. لا يوجد تحديد واحد أو ما هي المصادر التي تهدد الوطن العربي. اثنين، لابد من استعمال وسائل الضغط. هناك دول مثل ما عمل الملك فيصل في يعني وقطعوا البترول في 73. سوريا كانت واقفه معانا، كان بيحاربوا معانا الجيش بتاعنا طبعا. وبالتالي لابد في البدايه كل الدول العربيه الحقيقه، كل الدول العربيه عليها. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح في هذه الأمور. علينا أن نتعاون وعلينا أن نقدم العون للأشقاء في فلسطين، وعلى أيضا الكيان الصهيوني أو إسرائيل. احنا مش بنتكلم على حرب برضه يعني يا دكتور، احنا بنتكلم على فكرة حتى عقوبات اقتصادية، وقف تطبيع، يعني سحب سفير، يعني كلها حاجات تدل على انه عندنا وعي قيادة ووعي طبعا شعبوي انه لازم يتاخد اجراء طبعا كنوع من العقاب. ومثل هذه الضغوطات الاقتصادية أو الدبلوماسية أو وقف التطبيع وأيضا مقاطعة المنتجات. أيوة. هذا سوف تجعل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تقول لإسرائيل وقفي وادخلي في مفاوضات سلام. لأنه الآن الطرح المصري تقريبا دول العالم معه، حتى الدول الغربية نفسها والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغير من خطابها. منظمات المجتمع المدني في أوروبا بدأت، حتى اليهود أنفسهم بدأوا يتظاهروا ضد الصهيونية. طيب خلينا كده نتكلم على فكرة الوعي ونقارن ما بين وعي الشعوب العربية ووعي الشعوب الأوروبية. وعي الشعوب الأوروبية، والحقيقة أن الواحد كان متخيل أنهم عندهم وعي وقراءات كثيرة جدا وبيقدروا أنهم يحللوا، والعلم عندهم قوي بحيث أنه يقدر يبقى قوة أو حصن دفاع من الأفكار المغلوطة. فبالتالي فكرة المنظمات الإسلامية أو المنظمات الدينية مسيحية أو يهودية بأي شكل من الأشكال ما تأثرش عليهم. كنا متخيلين كده. اللي حصل مؤخرا ده خلانا نبص للامور بشكل مختلف، ان الناس دي لا مش فاهمين حاجه خالص، واللي فاهمينه كله من الاعلام بتاعهم. الاعلام بتاعهم ذكي جدا بحيث انه عارف يوصل لهم او يعمل لهم نوع من الوعي المتفصل. خلينا نتكلم على اسرائيل تحديدا. والحقيقه ان اسرائيل شاطره بتذاكر. يعني انا فاكره انه عملوا بحث كبير جدا عن يوميات نائب في الارياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم في حقبه من الحقب الزمنيه، وكان ساعتها هو يعني مباحث او يعني رجل مباحث في قريه من القرى، وحللوا الشخصيه المصريه من خلال هذه القصه وهذه الروايه. الناس دي بتذاكرنا كويس جدا، وبالتالي بتعرف انها تلعب في القيادات، في دماغ القيادات، تعمل لهم غسيل مخ، وتعمل كمان غسيل مخ للشعوب سواء بتاعتها او الشعوب الاوروبيه. خلينا نتكلم ايه السلاح اللي احنا محتاجينه عشان نستعمله كوعي شبابنا يعرف ويفهم كويس قوي، لان الشباب اللي طالع جديد ده في بيننا وبينه فجوه رهيبه.
مش عارفين القضيه ولا مهتمين بالقضيه ولا حاسين فكره التوحد، وبيتخانقوا مع بعض على هيافات وكلام فاضي. فخلينا نتكلم ايه السلاح اللي ممكن نستخدمه كوعي، وبما ان حضرتك عملت 11 مقال ممكن نستعين بيها في طبعا انا عملت 11 مقاله فيما يخص الوعي او معركه الوعي، بعنوان معركه الوعي، ولكن فيما يخص اليمن. لكن الوعي الشعبي هو بالنسبه للوطن العربي هو سلاح ذو حدين. إذا لم يكن هناك سيطرة خاصة من الأنظمة وتوجيه الكتاب وتوجيه المختصين في مخاطبة الشباب العربي، لأنه الآن الشباب العربي مهتم بسفاسف الأمور، يعني لا مهتم بالماديات، مهتم بالأغاني، مهتم يعني، وهذه عبارة عن ثقافة في إطار العولمة على كل حال، والعالم أصبح قرية صغيرة طبعا. وطبعا الشباب العربي في ظل هذه الثورة الرهيبة من ثورة الإعلام والاتصال وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي لم يعد يهتم بالقضايا القومية والمصيرية. وبالتالي من المفترض أنه جميع الدول العربية أن يكون هناك برنامج، مثلا برنامج لتوعية الناس بالثوابت العربية، بالثوابت الإسلامية المعتدلة، ما هو الوطن العربي. حضرتك شايف أنه يبقى مدارس من خلال برامج في التلفزيونات وعلى السوشيال ميديا والفن ومن خلال الفن والدراما، خاصة الفن المصري. احنا يعني مصر يعني درستنا وحدت العالم وحدت العالم العربي طبعا تقدم أعمال كان بيشارك فيها كل الدول العربية. طبعا الأفلام بتاعتنا زمان كانت كل الدول العربية وترفع من مستوى الوعي بالنسبة للمواطن العربي. وبالتالي اليوم هي في البداية معركة قلم. القلم هو الأساس في توعية النشء والشباب وتوحيد الكلمة، وطبعا تحديد مصادر التهديد. أيضا المدارس والمعاهد لابد أن يكون لها دور في هذا الأمر. أما بالنسبة للشعوب العربية، نحن لا الشعوب الغربية هو يعني بغض النظر عن حكامها، ولكن هناك ناس يحملون قيم الإنسانية ولكن فعلا توصل إليهم الصورة مغلوطة. وبالتالي عندما يكون صحفيين عندهم علاقات متميزة مع منظمات أو مع بعض أفراد هذه الشعوب، أو يكون هناك إعلاميين متميزين لديهم لغات، يستطيعون من خلال طرح معين أن يغيروا كل الفئات الشعبية، طبعا يغيروا النظرة أو الرأي العام الموجود لدى هذه الشعوب. كمان يا دكتور علي، بعض المنظمات العسكرية في العالم العربي زي عندنا احنا كده أكاديمية ناصر العسكرية، هي مخصصة أنها تدرس لعدد من الإعلاميين، والحقيقة كل اللي بيطلبوا أن هم يدخلوا في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان هي بلا مقابل. أنا دخلت 3 شهور خدت كورس هناك، الحقيقة خرجت بني آدمة تانية فاهمة أبعاد كتير جدا ما كنتش فاهماها قبل كده، أبعاد كتير قوي عن جيشنا وعن جيوشنا العربية المختلفة بما فيها اللي راح، وعن الهدف بتاع العدو بتاعنا ايه، وعن الاهداف المختلفه وازاي احنا مرصودين. لان احنا دلوقتي بتطلع اصوات كتير يقول لك مفيش ولا مؤامره ولا حاجه، دي حاجات في دماغكم، مفيش مؤامرات. لكن الحقيقه انه الكلمه دي ابتدت تختفي، ان مفيش مؤامرات، لا ده احنا مرصودين بكم مؤامرات رهيبه. ففكره ان يبقى في اكاديميات عسكريه تشرح لاولادها او لشبابها، او تبقى من خلال المدارس او في الصيف، فترات الصيف، صحيح. انه ممكن، لانه انت عارف دايما الوجهه العسكريه مختلفه، صحيح. وبتبقى درس يعني فاهمه الوضع العالمي ايه. فهل ده ممكن يتحقق؟ طبعا هي شوفي الأكاديميات أتمنى أن يكون في كل دولة عربية أكاديمية ناصر طبعا فتح أبوابها لكل الدول العربية يعني. أن يكون هناك مؤسسة مثل أكاديمية ناصر العسكرية، لأنه فيها ناس متخصصين وناس أكاديميين، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا لابد الاهتمام بقضية التجنيد الإجباري، لأنه أو الخدمة العسكرية في الدول العربية، لأنه الخدمة العسكرية أيضا تعطي المنتسب وتعلمه قضية الولاء الوطني وقضية مصنع الرجال بيطلق عليها طبعا.
وفي الحقيقة هناك الكثير من الأمور لابد أن يكون فيها تكاتف بين المسؤول ومنظمات المجتمع المدني، وأن لا يتم تصفية حسابات قد يقولون بين بعض الأحزاب والسلطات. في هذه المرحلة لابد أن نلتف جميعنا حول القضية الفلسطينية، وأيضا نحاول أن لا نترك دولنا فريسة ل يعني إعلام خطير، إعلام يريد أن يدمر ما هو موجود، إعلام تحريضي يحرض الشعوب ضد هنسميها برين ووش، غسل دماغ، غسل بقى الشباب. نعم نعم. طيب هسيبك ترتاح شوية، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. اتفضل. ورثينا جيش ملهوش عدد بيصون ترابها، واللي يدوس على أرضنا بندوس عليه. الأرض يعني العرض بالنسبة لصحابها، فما بالك انت عشان دي سينا هنعمل ايه؟ ده في كل شبر في أرضها مدفون شهيد، وفي بنت كبرت جنبها ملقتش بابا، في أم ضحت بابنها الولد الوحيد، ما نامتش عينها إلا لما رجعت أرض طابا. كله إلا سينا وفداها روحنا ودمنا ودادين علينا، كله إلا سينا زي الجبال واقفين في وش اللي بعدينا. لو حد فكر يوم علينا يعتدي، هنشيله من على الأرض لو كان مين معاه. هتقابلوا جيش ملهوش مثيل في الدنيا دي، حابين نموت قد انتوا ما تحبوا الحياة. ده في كل شبر في أرضها مدفون شهيد، وفي بنت كبرت جنبها ملقتش بابا، في أم ضحت بابنها الولد الوحيد، ما نامتش عينها إلا لما رجعت أرض طابا. كله إلا سينا روحنا ودمنا ودادين علينا، كله إلا سينا زي الجبال. ما زال منورنا في الاستوديو دكتور علي الخولاني، دكتور علوم سياسيه وعلاقات دوليه، ضيفنا من اليمن. مره ثانيه منورنا في الاستوديو. خلينا اولا طبعا سينا، واحنا منزلين اغنيه عن سينا لان احنا سينا اتغنى لها كتير قوي، واذا كنت بتتكلم على وعي الشعوب، جزء من وعي الشخصيه المصريه واعتقد الشخصيه العربيه اتحكى من الاغاني الوطنيه. جزء كبير جدا من تشكيله جدالنا كان من خلال الاغاني، وخاصه زمان ما كانش فيه غير اذاعه، يعني اجيال طلعت على الاذاعه دي، فحاجه يعني عظيمه جدا. وسينا طبعا اعتقد ان سينا مش غاليه علينا احنا بس، ده سينا دي غاليه على كل الدول العربيه. يعني عليها تجلى وجه ربنا سبحانه وتعالى، وارض فعلا عزيزه زي ما بنسميها ارض الفيروز. طب خلينا نروح لنقاط تانية، ولو اتكلمنا على الشأن الفلسطيني واللي بيحصل فيه دلوقتي، وفكره انه انا شايفه، والحقيقه ده مش كلامي، ده كلام الاوروبيين اللي بيتابعوا الحدث، بيقولوا انه الناس دي عظيمه، يعني اهل فلسطين نفسهم عظام، لان هم ما زالوا بيقولوا الحمد لله، ما زالوا بيقولوا ولد راح، 2 راحوا، ولادي كلهم فداك يا فلسطين. ما زال متماسك، ما زال قادر يتكلم ويعبر عن نفسه، بيقول مش هنمشي، هنفضل موجودين. فخلينا نتكلم عن الفلسطينيين بشكل عام، والدعم، نوع الدعم النفسي اللي محتاجينه في الفتره دي، غير الدعم اللوجستي. انا ما بتكلمش على ده، انا بتكلم على الدعم النفسي. ازاي نقدر نوصل لهم، ازاي نقدر نوصل لهم دعمنا بشكل كامل، احساسنا بيهم. اليوم اللي هيتقال فيه انه
يعني هم محتاجيننا بشكل عسكري، ممكن نبقى متواجدين وبقوه. خلينا نتكلم على الفلسطينيين وازاي انه في بعض الاحيان ممكن نطلق على حماس منظمه مقاومه، وممكن نطلق عليها انها تصرفت تصرف ما كانش في محله، وتسببت بشكل كبير في كل الاحداث اللي بتحصل، وكانهم يعني كانوا ذريعه للاحداث اللي بتحصل. طبعا انا بالنسبه للاشقاء في فلسطين، الشعب الفلسطيني هو من يسطر النصر، ولا اقول حركه حماس، لانه حركه حماس دخلت في 7 أكتوبر ونست أو تناست الناس الموجودين، الأطفال والنساء اللي يجنبلون، مش عارفين لماذا يجنبلون، لماذا الطفل. وهكذا تكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقول الأطفال يموتون وتأتي لهم القنابل ولا يعرفون لماذا. إذن اتخاذ القرار هو أمانة، والمسؤولية هي أمانة، ليس أنك تدخل في معركة وتنسى أهلك وبيتك مفتوح. الشيء الثاني، العنف يولد عنف، العنف يولد صحيح. عنف. أوسلو هو اللي جاب لك غزة وجاب لك الضفة الغربية. منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو في النرويج في 93 اعترفت بإسرائيل وبحق وجودها، وأيضا إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية. في تلك الفترة حماس رفضت، يعني حتى يعني الحد الأدنى من الوحدة الفلسطينية غير موجودة، حماس رفضت هذا الأمر. طبعا في مثل هذه الأمور لابد أنت إذا اتخذت قرار تحسب حسابك، تحسب حساب من تعيل أنت. اليوم أنت ضربت الصواريخ، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ اليوم إذا المجتمع الدولي صحيح تحت ظل ضغط الشعوب وتحت ظل العمل المصري ليل ونهار والدبلوماسية المصرية التي للأسف كل شيء يرجع فوق رأس مصر، هي الدولة العربية الكبرى والوحيدة التي هي تتحمل مآسي الوطن العربي، وعلينا كشعوب أن نقف مع القيادة المصرية في هذه المرحلة. يعني في الأخير أنت تضرب ضربات غير محسوبة ويذهب الناس كثير ضحايا لهذه المعركة. شخصيا أنا أينما يتواجد الإسلام السياسي لا يكون هناك استقرار نهائيا. اليوم هناك إلى الصراع بين حماس وحتى في اجتماع العلمين لم يتفقوا، يعني قبل المعركة كانوا في يوليو اجتمعوا تقريبا، لم يتفقوا ولم تأتي الفصائل الفلسطينية، وفي الأخير يحملوا مصر أنت لماذا لا تفتحي، مع أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح ويتم ضرب المعبر من الجانب الإسرائيلي. إذن أنت حاول أن تتكيف بما هو حاصل اليوم، وحاول أن تنعش شعبك، وحاول أن تحافظ على حياة شعبك. على فكرة هناك زملاء من غزة قبل 7 أكتوبر كانوا يطلعوا منشورات يقولوا حلوا عنا، حل يعني لحماس، لأنه حماس فرضت عليهم ما يسمى بالإسلام الصحيح، فرضت عليهم بسبب سياساتها عزلة على الناس الموجودين. هناك تفسيرات كثيرة لا أريد أن أدخل فيها اليوم لماذا حماس دخلت ومن ورط حماس في هذه المعركة. يعني أنت دخلت واليوم للأسف تقول وقفوا الحرب وكذا، ومصر هي من تقوم بالمفاوضات. طبعا هي من تقوم بالمفاوضات وهي من تتحمل كل شيء. إذن في البداية لابد من وحدة فلسطينية. الشيء الثاني على حماس أن لا يستعطف الشارع العربي اليوم، عليهم أن يجدوا كيف يتوحدون مع السلطة الفلسطينية وتكون حماس قطاع غزة تحت إطار السلطة الفلسطينية، ويتم إنعاش الشعب هذا الذي يجنبل ويقتل بحجج يعني للأسف. أنت عندما تدخل في حرب لابد أن تكون مستعد لها، وإلا هذا يسمى انتحار. هذا بالنسبة غير وجهة نظري. طبعا وهو قرار كمان ما هوش قرار نابع من سلطة، يعني أنت بلا سلطة حقيقية. اليوم من يريد أن يورط المنطقة في حرب هي الحركات الإسلاموية، ليست الدول. الشعوب مع الدول
مع الأنظمة الشرعية، ولكن اليوم من يقوم بهذا الفوضى والاضطرابات هي جماعات يا منتمي للإخوان المسلمين أو لا الإسلام اللي هو مدفوع من قوى أخرى مثل الحوثيين وحزب الله والجماعات الموجودة في سوريا وغير هذا. الدول الأساسية اللي تسمى محور لم تتحرك. إذا أنت لماذا قمت بهذا العمل؟ طب خلينا نبص كده يا دكتور علي من منظور آخر. حضرتك عارف أنه كمان إسرائيل بنسبة كبيرة وجهت بعض من وعي الشعوب من خلال الإعلام بتاعها، من خلال الإعلام طبعا الأمريكي وهو لا يعني ينفصل عن الإعلام الإسرائيلي بشكل أو بآخر، أنه مثلا المخابرات الإسرائيلية من أقوى المخابرات على مستوى العالم، ويمكن حتى الدراما بتاعتنا اتكلمت على ده في بعض الأعمال الفنية. دلوقتي الدراما الأمريكية بقت بتاخد ده كمان وبتتناوله بشكل كبير. الموساد فضلوا يقولوا لنا ويكبروا من فكرة انه اسرائيل هي مخابرات قوية جدا، اسرائيل هي جيش قوي جدا. وقت 73 احنا اتفاجئنا يعني انه المعبر يعني ان السد الترابي ده نزل في ايدينا في دقايق، وكله كلام كان حصن منيع، والكلام اللي كنا بنسمعه مرعب ده اتضح ان هو كلام فاضي. لما بنتكلم على انه حماس تقتحم السور اللي هم بانيينه مش عارف كام في العمق وكام ارتفاعات، وفي كاميرات وفي بنادق وغيره موجهه من الناحيتين، وبالذات من الناحيه الموجهه الى غزه، علشان يكونوا بيعدوا بالاعداد دي ويعملوا الحركه دي يوم 7 اكتوبر. دي حاجه يعني في بعض الاحيان بتنفي فكره بقى وعي اسرائيل وتفاهم اسرائيل وقوه الموساد وقوه المخابرات. منين ده ومنين ده؟ استاذه، في عدة سيناريوهات وفي عدة احتمالات لما حصل في غزة. في بعضهم يقول أنه غزة أنه حركة حماس اخترقت الجدار ودخلت إلى غلاف غزة، والجيش الذي لا يكر أصبح يعني غير حقيقي، ويعني أصبح هناك حالة نفسية عند الجيش الإسرائيلي وعند الشعب الإسرائيلي وهلم مجرا. هذا جزء، ولكن هناك يعني أيضا سيناريوهات أخرى ونظرات أخرى. في ناس يقولون أن هذا الأمر مدبر على سبيل المثال. على فكرة ده كلام أنا سمعته من إسرائيليين عاملين فيديوهات وبيكلموا ان هم كانوا منضمين للقوات الإسرائيلية، وبيقول لك من المستحيلات ان حد يعدي وتبقى الدولة مش إسرائيل مش حسمية. الحكومة اليمينية كانت تريد اجتياح غزة، وأتت هذه ذريعة لتدخل في هذا الاجتياح وهذا التدمير من أجل تهجير الشعب الفلسطيني بالغصب قسرا من الشمال. كانوا يريدون أن يهجروهم إلى سيناء والأردن، وهذا معناه إعلان حرب مرفوض. ولكن هناك عدة نظرات أو رؤى لما قامت به حماس. أنا من الناس الذي يؤمنوا أنه بالإضافة إلى أنه توفرت ذريعة لتهجير سكان غزة، ولكن فشل أمام القيادة، مع إن ما فيهاش حماس يعني بتضرب، فشل أمام القيادة المصرية وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أمن مصر خط أحمر لا جدال فيه، وأيضا لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية. ولكن هناك يعني اللي حصل بين روسيا وأوكرانيا يعني تصريف للأسلحة الغربية في هذا الحرب وتشغيل للمركبات الصناعية العسكرية. الآن يريدون تشغيل المركبات الصناعية العسكرية في حرب أخرى في الشرق الأوسط، مثل ما قالت كوندليزا رايس. وعلى فكرة قبلها مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق قالت المشكلة في الشرق الأوسط والفوضى بسبب الأنظمة. يعني كان هناك يعني نية مسبقة لتدمير الوطن العربي وضرب الأنظمة بداخله. إذن هناك سيناريو أنه يريدون تصريف السلاح، يريدون خلق الفوضى في المنطقة، يريدون تقسيمها إلى كانتونات معينة. وهناك سيناريو أنه حماس تصرفت من تلقاء نفسها، وأنا لا أعتقد هذا، لأنه على حماس علاقاتها يعني معروفة مع حزب الله، مع إيران، يعني هناك نوع من الرؤى. لأنه كمان يا دكتور علي مش ممكن عارفين
لما بيضربوا انه هنا في حماسي، هنا في قيادي من حماس ومحددين المكان وعارفين بيضربوا فين كويس جدا جدا، ازاي بالقوه دي وعندكم قرون استشعار بالمنظر ده، وفي نفس الوقت تم اقتحام الجدار اللي انتم شايفينه عظيم ومنظمه حماس دخلت بالمنظر؟ انا اعتقد انها وكرؤيه شخصيه انها ذريعه، اما بالنسبه لقياده حماس الجميع يعرف اين هم متواجدين ولا يموت الا الشعب، وبالتالي اليوم علينا كشعوب، وهذا في اطار معركه الوعي، علينا كشعوب ان ندفع في اتجاهين. اولا ان نضغط على الكيان الصهيوني وأن نروج وننشر الفضائح المرتكبة في حق شعبنا في الفلسطيني في غزة، حتى يكون هناك ضغط دولي على هذا الكيان ليدخل في عملية السلام بشكل جاد. وعلينا أيضا أن ندفع يعني في إطار معركة الوعي أن نقول لا لدخول الإسلام السياسي في تثوير الشعوب ضد الأنظمة، لأن سوف يكون هناك فوضى، وإذا سقطت الأنظمة يعني الشعوب العربية تنظم. بس هل حضرتك يا دكتور علي شايف أن الشعوب بقى عندها وعي من حتة الأنظمة الإسلامية دي أو المتأسلمة؟ ومتدينة وآنية ومتدينة، ولكن في شيء مهم ما هو حاصل. الشعوب العربية أولا عندها العاطفة وعندها الآنية، وبعدها يصبح المشهد وكأنه روتين يومي، ولا نريد أن نصل إلى هذا الأمر، لأنه في البداية لما تم ضرب غزة الناس كلهم تشنجوا وتألموا، فكوا الحدود. قال لك هي 5 مراحل، وصلنا مرحلة التقبل والتعود طبعا. وهذه إذن الشعوب العربية عليها أن تضغط، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال النشر الفظائع اللي يرتكبها العدو الصهيوني في حق أبناء غزة، وأن نستغل ما هو حاصل اليوم وما حصل من أجل أن يكون في صالح القضية الفلسطينية، ومن أجل الوصول إلى حل الدولتين، وأن يكون هناك دولتين فلسطينية وإسرائيلية متعايشتين، وأن نعرف أن العنف لا يولد إلا عنف مضاد. وأيضا ما هو حاصل، أنطونيو غوتريش هو قال لم يأتي من فراغ، إذا أتينا لرؤى أخرى لم يأتي من فراغ، وبالتالي ما هو حاصل لابد أنه 2.5 مليون لابد أن يتنفسوا الصعقة وأن يتخلصوا من القبضة الحديدية لحماس والإسلام الصحيح كما تقول. إذن مثل هذا الأمور متروكة على الشعوب العربية، ومن في الشعوب العربية القلوب النابضة داخل الشعوب من هي؟ هم المثقفين وهم القوميين وهم الأكاديميين الذين يستطيعون أن يوصلوا الرسالة الصادقة والنابعة من القلب، سوف تصل إلى القلوب. يعني في بعض الأحيان هذا الوعي وهذا الإدراك يظل عاجزا عن فكرة مساندة إسرائيل بكل قوة من قيادات دول عظمى وقطبية. يعني لما بنتكلم على انه واحده من الاقطاب وهي الولايات المتحده الامريكيه، بنتكلم على انجلترا، بنتكلم على فرنسا، هم بيساندوا اسرائيل والكيان الصهيوني بكل ما اوتوا من قوه، وليس فقط بامدادهم بالسلاح بل كمان بالمساندات النفسيه وغيره. وزي ما قلت لحضرتك النهارده بنبص على واحد من مشاهد الانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه قايمه انه كل واحد مرشح نفسه في هذه الانتخابات بيقول لك بيدوم تخلصوا منهم، وهنا في اشاره لحماس ولكنها ليست حماس، هي بالتالي الشعب الفلسطيني بشكل عام. فخلينا نتكلم على ده، لانه في بعض الاحيان انا لا ادرك هذه المسانده. يعني هيكسبوا ايه من فلسطين في النهايه؟ فلسطين هتديهم ايه في النهايه؟ اسرائيل، انا اسفه، يعني ايه اللي هياخدوه من اسرائيل؟ لانه في بعض الاحيان هي هتكلفهم كثير. اسرائيل نفسها اقتصاديا على مستوى اقتصادي بتكلف نفسها مليارات الدولارات او يعني ملايين الدولارات دلوقتي. فالوعي والادراك هنا تفسير الواقع اللي بيحصل دلوقتي. طبعا هناك كثير من الدول وقادة الدول الغربية بدأوا يغيروا
من تصريحاتهم في البداية، حتى أنهم قالوا أعمال إسرائيل نبحث عن هدنة دلوقتي. أيوة، وأعمال مفيش حد بيستجيب. وأعمال إسرائيل، هم يقولوا أعمال إسرائيل لم تعد دفاعا عن النفس، ولا بد أن تتجنبوا المدنيين. بقيت الولايات المتحدة الأمريكية التي أتت عدها وعديدها مع إسرائيل، وأرسلت حاملتي طائرات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية مهما يكن لن تستطيع أن تخسر دول عربية ودول منافسة لها على مستوى النظام الدولي، لأنه اليوم روسيا بس الولايات المتحدة الأمريكية تعودت تغلط وتقول لك احنا اسفين غلطنا فعلا، زي ما حصل في العراق كده. فممكن جدا بعد فترة وبعد ما تنتهي الأزمة دي يقول لك احنا اسفين، احنا كنا غلطانين. يعني هو لو أخذنا القضية من جانب أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع، وبريطانيا لا تستطيع أن تقف في وجه الرأي العام الدولي الذي بدأ يتكون اليوم ضد المجازر الإسرائيلية الموجودة في غزة. دكتور علي الخولاني، دكتور علوم سياسية وعلاقات دولية، ضيفنا من اليمن. أولا بشكرك على وجودك معانا، منور طبعا مصر، وبنتمنى أنه الأوضاع في اليمن والأوضاع في العراق وفي ليبيا، السودان، سوريا، لبنان، فلسطين على رأسهم، كل الأمور، كل هذا السواد ينجلي إن شاء الله، ونشوف شرق أوسط جديد يكون حقيقي، شرق أوسط متصالح مع نفسه. أنا بشكرك شكرا جزيلا وجودك معانا، وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.